الاسم الثلاثي هائل سليمان دهدي. اسم الحركي حمزة الفراتي. مواليد 97. احنا 4 اخوان. طبعا درست للصف التاسع. بعد ما خلصت الصف التاسع اشتغلت فترة مع أبوي بالدهان وطيانة وما طيانة والأمور هاي. اشتغلت مع فترة كنا مشان أمور المعيشية. فبداية الأحداث سافرت على العراق بال 2011. طلعت على العراق، طلعت تقريبا شي 7 أشهر 8 أشهر. كنا نشتغل أنا كان أخوي صغير اللي أصغر مني. اشتغلنا فترة تقريبا شي 6 أشهر 7 أشهر ورجعنا على المنطقة. كانت بداية الأحداث عندنا يعني 2012. بعد ما رجعت من العراق رجعت على منطقتنا قرقيلقي. يعني احنا من سكان المنطقة يعني، وأساسنا من قرقيلقي. فشفنا بداية الأحداث بال 2012 كيف الرفاق كانوا يطالبوا بحقوق الإكراد والأمور هاي. يعني طلعت عليهم كذا مرة هيك من بعيد، يعني أشوفهم هيك مجتمعين بكذا مكان. فصار عندنا فضول نتعرف عليهم صراحة يعني. فجلسنا مع الرفاق يعني كذا رفيق قعدنا معه. فشرحوا لنا يعني وضع يعني شلون صار عندنا استوعاب يعني قبل كنا شلون كنا يعني ما تفكرين غير انه الانسان يفكر بس خلص يعني الله وسوريا وبشار وخلص يعني. فلما نزلوا هالرفاق هذول يعني لما حكوا لازم الواحد يقدم شيء. فجلست مع رفيقة بلشت تناقشني انه الحياة هيك، ولازم الانسان يناضل، ولازم يوصل فكرته، لازم تكون حرية وديمقراطية للجميع. فأنا رحت رجعت على البيت يعني صرت أفكر بيني وبين نفسي. الحكي هذا صار بال 2012 يعني بداية نهاية 2012. فجلست أفكر بيني وبين نفسي، قلت ليش ما أطلع معاهم؟ ليش ما أنضم معاهم؟ يعني بما أنه يعني إنه حركة يعني ضد أي يعني اعتداءات على المنطقة وأي اعتداءات علينا نحن. يعني إنه كنا نفكر قبل إذا كان جيش الحر أو جبهة النصر راح تيجي علينا على المنطقة ما تعرف لا هذا لا كردي ولا عربي، بدها تقص. أخذت رأي الوالد، قلت له أنا بدي أنضم معاهم. قال لي روح انضم. فرحت انضميت أنا وابن عمي. انضمينا أنا وابن عمي. ابن عمي شهيد تحسين. فانضمينا بال 2012 الشهر الثاني. رحنا على ديريك، قلنا لهم احنا جايين ننضم معاكم. فاستقبلونا بكل رحب وبكل يعني محبة ومودة. يعني ما كنا متصورينهم هيك. يعني قبل كانوا يقولوا أشياء ثانية بس، لكن احنا اتضح لنا شيء ثاني. يعني بصراحة شفنا شغلات ثانية يعني المفهومية، الاستوعاب، الكلام، النقاش. يعني خلي الإنسان عقله يفتح بصراحة، يعني يفتح الشغلات أكبر. فمشينا بهالمسيرة. نقلونا على مركز ظلينا به فترة، يعني أخذنا تدريب عسكري يعني لل 2013. التقيت برفيقة اجت لعنا على البيت وقعدت عنا وشرحت. يعني هسه نحن يعني بشكل عام يعني عائلتنا كلها تعرف كردي، يعني متعاشرين مع الكراد زمان. اخواني وابوي كلهم يعرفوا كردي. فكانت تحكي هي ما كانت تعرف عربي زيادة. كان ابوي الوالد يترجم لنا. الرفيقة هاي يعني حكت لنا شغلات كثيرة، يعني انه هيك لازم واحد يعمل، لازم تكونوا معنا ومن الامور هاي.
طلعنا معاهم مع الرفاق. يعني حسيت إنه الحياة هاي اللي فايت بيها أفضل من الحياة المدنية بصراحة يعني. يعني شلون إنه الإنسان يدافع ويتعلم ويستوعب أكثر وتصير عنده خبرات بالحياة. فأول معركة حضرتها معركة رميلان الباشا. أيامها كانت جبهة نصرة والجيش الحر وداعش والأمور هاي، فكان بدهم يفوتون على المنطقة. فكنا مجموعة طبعا تقريبا شيء 35 30 رفيق، كنا يعني على تبة رميلان الباشا. فدخلت معاهم، يعني أول معركة دخلتها صارت عندي جرأة إنه لازم أطور من نفسي بهالمرحلة هاي. فصرنا نمشي مع الرفاق، يعني كان عددنا قليل جدا، يعني نعدوا على أصابع الرفاق كان. فمشينا رميلان الباشا، قرهوك، اليوسفية، لخط الدولي كنت مع الرفاق. فصارت حملة الكوتشر، فتنا على الكوتشر كمان، اشتبكنا احنا والدواعش اللي كانوا موجودين فيها، حررنا الكوتشر. فصارت في استراحة، مثل ما يقول استراحة مقاتل. استراحينا فترة فكملنا على جزعة والمناطق هاي قريبة من الخط السياسي. فكل المعارك هاي أنا حضرتها مع الرفاق. بعدها فترة صارت طوابير. يعني شلون صارت طوابير؟ يعني اليوم اقعد مع اصدقائي اقول لهم تعالوا يعني انضموا، يعني الحزب، يعني انتم ماخذين نظره عنه، يعني انه يعني مو زينين وما ادري شنو. بالعكس يعني انا اليوم انا عربي بيناتهم مدلليني، يعني بصراحه يعني انا عربي بيناتهم مدلل يعني بالنسبه لهم. بس ولكن اليوم كل انسان يعشق شغله، ففي كذا شخص اقتنعوا واجا معي، في كذا شخص من الكوتشر اقتنعوا، تقريبا شيء 60 65 شخص اجى انضم معنا بهذيك الايام، ايام معركه جزعه، كلهم اجوا معي. فكملنا حمله تلحميس الثانيه. حضرنا حمله تلحميس، صارت اشتباكات فيها. وقعوا رفقات، لأن بس ولكن شلون كل قضيتنا هي انه نخلص العالم من الطغاة اللي موجوده بيها، يعني اللي هم يعني يتمثلون بالاسلام وهو مو اسلام. يعني اليوم يجيش داعش، اليوم انت خلص سرقت لازم خلص اقص ايدك. الشيء هذا غلط. اليوم ديننا دين يسر مو دين عسر. فنحن طلعنا ضد هالشيء هذا بصراحه. يعني وما عندهم شلون، يعني كدواعش ما عندهم مبدأ، ما عندهم لا أخلاق لا مبدأ لا قيم لا شيء. خلص هو كل همه وكل فكره الداعشي أنه خلص يفوت على المنطقة، تكبير، الله أكبر، قص، هالأمور هاي. فنحن يعني كولاد منطقة، كولاد أهل الجزيرة بشكل عام نرفض هالشيء. يعني أنه خلص يعني كنا إسلام، بس ولكن مو هاي طريقة الإسلام، مو هاي معاملة الإسلام. يقولون أنتم إيه مع الأكراد وأكراد ملاحدة. لا بالعكس، الأكراد بي منهم يخلوني أقوم أصلي، بي منهم يخلوني أصوم. أنتم الملاحدة مو هم. يعني أنا شافتوا عيني أنه حياة الأكراد بشكل عام وحياة الرفاق بشكل عام يعني حياة اشتراكية اجتماعية، يعني ما فيها لا، ما فيها الشيء الأمور هاي. فراحت الأيام وجت الأيام، صار في تطور جدا عندي. خضت دورات عسكرية. فرحنا على حملة كوباني
بال 2014. نهاية 2014 أخذوني رحت على كوباني، ظليت فترة بكوباني، قاتلنا مع الرفاق، ورجعت. تقريبا ظلت شي سنة إلا مفقود، يعني أهلي ما يعرفوا إني طيب ولا ميت. ويعني عدد الدواعش كان يتفاوق الآلاف يعني، وإحنا أعدادنا قليلة جدا كانت. فشوف الإرادة والمعنويات هي تنتصر على العدد، هي تنتصر على العدد. فكسرنا شوكتهم، كسرنا شوكتهم بحملة كوباني ورجعناهم. فأنا بوقتها تصوبت إصابة بسيطة عند دوار الشهيد آرين، فالرفاق سعفوني. طلقة قناص قبل ما تنقطع رجلي طبعا. أكلت طلقة قناص وأنا عم بركض، ضربني القناص هون. فوقت ضربني الرفاق سعفوني، رجعوني الرفاق بسيارة، فسعفوني عالجوا رجلي. ظليت تقريبا شيء 10-15 يوم ورجعت وقفت على حيلي. قلت لهم بدي أرجع على كوباني. قالوا خلص البشرة كوباني تحررت. قالت خير إن شاء الله. فوين رجعت على طابوري. طابورنا كان سلاح ثقيل، اختصاص سلاح ثقيل. فكنا نظل نخضع لدورات عسكرية، تدريبات عسكرية. كل ما يعني انه نشوف عندنا وقت فراغ نطور من القوة البدنية ونطور من القوة العقلية، يعني انه يصير عندنا خبرة اكثر، يعني اقتحامات، اشتباكات، هالامور هاي، استخدام الاسلحة. يعني كنا نطور نفسنا، وبنفس الوقت يعني كنا هيك شلون ناخذ هيك يعني حياة، يعني شلون حياتنا يعني سياسية هيك، يعني ناخذ الامور بسياسة، يعني حياة هيك، يعني حياة جدا، حياة كانت حلوة يعني بهذيك الايام. ف طلبوني الرفاق، قالوا حمزة جهز نفسك تروح دورة. قلت لهم تمام ما في مشكلة. جهزت نفسي دورة عسكرية قوية جدا يعني للنخبة، احنا نقول النخبة الأولى. فرحت عليها. فالحكي بال 2015، نهاية 2015 ظليت 3 أشهر بالدورة هاي، وطلعت من الدورة طلعت على حلب، على مناطق العريمة، الكاوكلي، كانوا فيها دواعش بهذيك المنطقة، منبج، المناطق هاي. شاركنا بالمعارك هاي، معمل الزعتر شاركت بها إلى 2017. قالوا أنت روح استريح وبس نستدعيك تجي. قلت تمام ما في مشكلة. جيت على البيت، قعدت مع أهلي، قلت لهم هيك، يعني كنت أحكي لرفقاتي نعم عددنا قليل بهذيك الأيام، بس ولكن شنو قوتنا وإرادتنا أقوى. يعني كنا نحن والرفاق البنات اليبجة، يعني بصراحة يعني الواحد وقت يشوف رفيقة بنت عم تقاتل معه بالعكس يتشجع أكثر بصراحة. يعني أنا شفت الشيء هذا بعيني. ناس ماخذ غير نظرة، لا بالعكس أنا ماخذ النظرة هاي إنه فعلا كل رفيقة بنت ب1000 رجل، أي بمعنى الكلام. فكانوا يقاتلوا قتال شرس معانا بهذيك الأيام، كانوا يقتحموا معانا كذا اقتحام. كانوا معي رفاق بنات أنا فايتين معي، في منهم تصاوبوا وفي منهم استشهدوا. فصار عندي شلون تعلق زيادة بالحركة وبالحزب. فبال 2017 قالوا لي الرفاق روح البيت لحتى ما يجي فرزك. قلت تمام ما في مشكلة. رحت على البيت، ظليت فترة تقريبا شي شهر قاعد بالبيت. طبعا راس السنة كان 2017 قضيته بالبيت. بعد فترة حكوا معي قالوا حمزة جهز حالك تجي. قلت تمام ما في مشكلة. قعدوا معي ناقشوا الرفاق، قال في هالفترة هاي في حملة بدك تجهز نفسك وتجهز رفاقك اللي معك. قلت تمام ما في مشكلة. فطلعنا على حملة الطبقة. لما طلعنا على حملة الطبقة نحن من النخبة، أخذونا نزلنا نزال مظلي. فهيئنا نفسنا للمعركة. طبعا أنا طبعا هالأمور هاي اللي ما حكيت الأشياء
أنا كل التحاق وأنزل إجازة أجيب معي 3 4 رفاق، يعني كنت أضم رفاق، يعني ضميت عدد كبير من أهل المنطقة، من أهل منطقتنا، يعني حتى إجوا عالم من لبنان، يعني تطوعوا معنا، كنت أتواصل معهم، هيئنا نفسنا، جهزنا نفسنا، فأخذونا الرفاق حمد الطبقة. نزلنا إنزال مظلي بالمطار، إحنا والرفاق نزلنا، مشطنا المطار، طلعنا على منطقة اسمها عايد الصفصاف، يعني صارت اشتباكات عنيفة جدا وألغام، يعني كانوا داعش شلون عندهم أسلوب وسخ، أسلوبهم الوسخ شنو إنه يحطون البشر دروع بشرية، فهنا إحنا يصير عندنا قلق وخوف على الناس أكثر شيء، يعني يصير عندنا قلق على الناس، يعني إنه اليوم إذا أشتبك مع داعش حاط لي طفل مقابلي، طيب أنا إذا أضرب الطفل راح أشيل خطأ، وإحنا مو من عادتنا إنه نضرب مدنية، فكنا نفوت بمهمات صعبة جدا، إنه كرمال ما يتأذونها الأطفال أو يتأذون المدنية أو يتأذى أي شخص كان. فمشينا بعد ما خلصنا المطار وخلصنا مفرق عايد وخلصنا الصفصاف، صار وين اقتحام المدينة. احنا من جماعة القوى الصادرية، كنا من جماعة الاقتحاميين. فاقتحمت أول بيوت الطبقة، التقيت بكذا داعش، اشتبكت معهم، صار قتال، وقعناهم، كملنا لقدام إلى حد السوق العريض، هذا بالطبقة يقولوا له السوق العريض، طبعا أنا ما أندر بهذيك المنطقة، فثبتنا نقطة هنيك بمنطقة اسمها المسحر، شارع المسحر، ثبتنا نقطة، قلنا نستريح وبعدها نكمل على الحملة، قالوا تمام ما في مشكلة. فاستراحينا تقريبا شي ساعتين 3، حكوا معي الرفاق قالوا حمزة جهز نفسك، الاقتحام هذا شرس وقوي جدا، تمام ما في مشكلة احنا لها. فجهزنا، هيئنا نفسنا، دخرنا، توكلنا على الله، فتنا على الاقتحام، الحي الأول، فصار تجمع داعش. وين قلت تجمع داعش؟ صار بالحي الأول والثاني والثالث، واحنا الطبقة كلها صارت بيدنا، يعني وين تحاصروا بالأحياء، اللي يفوت لا يفكر يرجع. فاقتحمنا أول بناية بالحي الأول، واقتحمت البناية الثانية والثالثة، لحتى ما وصل الرابعة بلش التكبير يطلع علي من البناية الأولى. ليش؟ ما كانوا داعش متخبين تحت الأرض ولابسين سيفون حراري قصدير ما يبين على الناظور الترمال، ما يبين يحبس الحرارة، فطلعوا لنا من تحت الأرض، فاشتبكت معهم، يعني كان عدد هائل جدا، يعني احنا تقريبا شي 5 وطلعنا عدد هائل، يعني بس انه شلون يوم احنا متمكنين ومتدربين. استشهدوا رفقات 2 معي، ما لحقتهم صراحة، استشهدوا، ظلينا 3 نقاوم، والاثنين اللي معي تصوب. نقول له انت بس اعطيني مخازن، انه مخازن ما ظل معي، انا جعفتي ما ظل ولا مخزن، نقول له بس اعطيني مخازن كرمال ما خليهم يفوتون لعنا. كيف اعطاني المخزن؟ اجى الداعشي مسك سلاحي، الداعشي انا مو ماسك ايد سلاحي هيك وحاطه مطلعه من الحيط، فمسك سلاحي، وقت مسك سلاحي سحبني انا والسلاح، فتركت السلاح، حطيت ايدي على الحيط ودفشت حالي، هو يسحبني وانا هو يسحبني لعنده وانا مثبت نفسي ما بدي اروح لعليه. فانقطع الاقشاط السلاح تبعي، انقطع الاقشاط، وقع هو بالارض وانا وقعت بالارض، فمباشره ردة فعل قويه كانت، فمباشره سحبت مسدس وضربته طلقتين، وقت ضربته طلقتين قال الله اكبر وانفجر فيني، طارت رجلي اليسار انقطعت. اجوا لعندي الدواعش قالوا يعني واعي عليهم وصاحي لهم، ويقولون شيخ ناخذ الخنازير ولا نتركهم بالقاع؟ قال اذا ميتين اتركوهم، واذا بي حدا عايش منهم كملوا عليه. فاجى الداعش داس على صدري وضربني دفره، وضربني 8 طلقات، كمل علي، اجوا 7 برجلي وواحده ببطني.
ما في بعدها بفترة يعني زمنية جدًا وفاتوا الرفاق لعنا وسعفونا، طبعًا الشهيد أخذوه وأنا سعفوني على السرّين. وقت حطوني بسرّين وبلشت عاد مرحلة العلاج، سعفوني على الحسكة، فِت بغيبوبة 28 يوم. بعد ما فقت من الغيبوبة لقيت رجلي اليسار رايحة طبعًا كامل، رجلي هاي هسه اصطناعية كامل، ورجلي هاي كلها صياخ وبكرات، كانت كلها صياخ. أنا رفقاتي بصراحة يعني شُفتهم بعيني وقت استشهدوا. ف وردة فعلي لرجلي كانت بسيطة جدًا، يعني اليوم الإيمان قوي. يقول مقولة طبعًا: "إنا لله وإنا إليه لراجعون." يعني الله عطى والله أخذ، فما كان عندي انزعاج عليها ولا أثّرت علي ولا 1% بإصابتي. طبعًا في ألم، بس ولكن شنو؟ في إرادة أقوى من الألم، في إرادة أقوى من الألم. بلشت مرحلة العلاجية بالحسكة طبعًا، عالجوني، ركبوا لي أصياغ كل فترة وهاي. طبعًا الطلق اللي أكلته برجلي طلقهم كله سام جدًا، صار برجلي التهابات حادة جدًا يعني تصيبها من ال10 مليون شخص. فالرفاق شافوا وضعي هيك قالوا: "لازم أنت ما تضل هون، لازم نبعثك على الشام." فبعثوني الرفاق على الشام، ضليت تقريبًا شي سنة، سنة ونص بالشام، أتلقى العلاج، تجريف التهابات، تعقيم لجروح، الأمور هاي. لل2020 وأنا أتعالج وأسوي عمليات وجراحية وفيزيائي وهالأمور هاي. فبال2020 ركبت رجل، ركبت طرف اصطناعي. طبعًا الرفاق قالوا: "حمزة خلاص كفي لازم توقف على حيلك." فركبت طرف ورجعت أمشي طبيعي الحمد لله، ورجعت حياتي طبيعية، وأحس إنه حياتي هاي أفضل من إنه وقت كنت على حيلي بصراحة يعني. يعني إنه شلون وقت خسرت رجلي، أول شغلة خسرتها بشرف الحمد لله، وأعرف إنه لمّا ضيّعت رجلي ما ضيّعتها على الفاضي، أعرف إني ضحيت كرمال يعني ناس مظلومة، ضحيت، خلّصت كذا روح بريئة كانت يعني بحاجة إلنا. فأنا لمّا خسرت رجلي بالعكس أنا أتفاخر بهالأشياء، أنا إصابتي ما تأثّر علي. نعم ما في جرح، ما في ألم، بس ولكن لمّا أتذكّر المناظر اللي شافتها عيني كيف دواعش تعامل المدنية، أنا أقوى، بالعكس أقوى أكثر. يصير عندي إنه عندي فضول إني أرجع أقاتل من جديد. طبعًا بعد ما خلّصت مرحلة العلاج وركبت طرف، دخلت بين رفاق الجرحى، فتعرّفت على كتير رفاق بصراحة يعني، هذا الإيد ورايحة، هذا العين ورايحة، كلها خاسرينها الرفاق كرمال يعني هالأرض هاي، كرمال إنه ما يصير أي تعدي على منطقتنا. يعني لمّا أشوف المناظر هاي بالعكس أنا إنسان يعني أقوى أكثر بهالأمور هاي، بالعكس يصير عندي تشجُّع أكثر إني أدافع، أو يصير عندي فضول إني أخلّي إذا ما أقدر أسوي شيء أضُم، أسوي انضمامات تبليغ للحركة للرفاق، يعني كرمال يكملوا المسيرة نشرح لهم. فبالفترة هاي رحت لدورة أكاديمية شهيد دشتي تقريبًا 4 شهور 5 شهور، تعلّمت منها بهالدورة هاي تعلّمت أكثر، يعني عرفت معنى إصابتي بصراحة، وعرفت يعني الشيء هذا يلّي إحنا كل شيء سويناه وقدّمناه بالعكس يعني فخر إلنا. يعني اللي تعلّمناه إنه بالأكاديميات يعني إنه هالشيء هذا لصالحنا مو ضدنا، يعني شلون؟ لصالحنا إنه خلّصنا الأبرياء. فصار عندي استوعاب طبعًا، يعني قريت كتب للقائد عبد الله أوجلان، فشُفت بيها شغلات، يعني استوعبت شغلات أكثر يعني بصراحة يعني تاريخ الأمور هاي. يعني بصراحة ما كان عندنا اطلاع على الأمور هاي، بس ولكن لمّن بلشنا نقرا يعني بصراحة صار عندنا اطلاعات أكثر يعني على التاريخ. يعني
من وين الحضارات بلشت والأمور هاي. يعني جد إنه فكر يعني أنا شايف الفكر هذا إنه لازم يعم على الشرق الأوسط بشكل عام، لازم يوصل لأوروبا الفكر هذا، لأنه الفكر هذا الوحيد هو المخلص للشعوب الثانية. إحنا أما بالنسبة لرفاق الجرحى يعني أتمنى إنه يعني يطورون فكرهم، هاي أول شغلة، ويوزعون الفكر بين المجتمع اللي نحن عايشين به حاليا، لأنه طبعا بمجتمع عندنا مجتمعنا لازم الواحد يوعيهم. يعني مثل احنا اليوم لازم نكون بين المجتمع، لازم نتوزع بين المدنية ونوزع هالفكر كونه انه ما عاد بينا امكانيه انه نشيل السلاح بس، ولكن عندنا لسان ينطق وايد تتحرك، فلازم نحاول قدر الامكان انه نوعي العالم على الفكر هذا. خلاص وبأسرع وقت يعني بصراحة بالنسبة لنا، يعني أتمنى أنه خلاص وبأسرع وقت، لأنه هو الوحيد راح يكون مخلص للشعوب كلها بصراحة. يعني لأنه فكره فلسفته يعني وعد كثير عالم صراحة، بس ولكن ليش يعملون هالشيء هذا؟ الطبقات البرجوازية والرأسمالية ما تقبل هالفكرة هذا، لأنه إذا المدنية صار عندها انفتاح بهالموضوع هذا فكلها راح تعشق القائد. احنا من عشاق القائد طبعا، عرفنا وفهمنا كل شيء بحياتنا بصراحه، فاتمنى له انه باسرع وقت ان شاء الله يعني انه يخلو سبيله وينفك اسره ويجي بين الرفاق وترجع الحياه والمقاومه من جديد وجديد بالسياسه طبعا، وتخلص الشعوب بشكل عام. هذا اللي اتمناه طبعا.